هناك الآن اعتقالات تجري أستاذ عبد الله، قائد الأمن الوطني السابق مع نجله. المحكمة أيضا استدعت وزير المالية الحالي، يعني أسماء وازنة في النظام الجزائري تحاسب اليوم. ألا يرضيكم هذا؟ بدأت عملية مكافحة الفساد بكل جدية وقوة. كل ما فعله قايد صالح منذ البداية هو تصفية لحساباته الشخصية مع خصومه المباشرين، أو تهدئة الحراك من أجل الحفاظ على معبد الخيانة قائما فقط. بالمناسبة أنت ذكرت لي الجنرال عبد الغني هامل المدير السابق للشرطة، هذا كان خصمه. بداية الخلاف مع هذا الرجل كانت هي بداية خلاف قايد صالح مع بوتفليقة، لأنه كانت فيه بعض يعني استدعاء انتقامي. هذا طبعا انتقامي، لأنه خصمه الأول والوحيد. كيف ذلك؟ لأنه هو كان أول ما أتى به مديرا للشرطة كان يصنعه على عينه ليكون شوف، دائما العسكري العربي، الجنرال العربي، دائما هناك جنرال عربي عنده رئيسه. أنا آسف أن نرجع الأستاذ حسن حتى لا نفقده. للأسف قاطعنا الأستاذ حسن، حتى لا نفقده من جديد، لأنه واضح الاتصال مع الجزائر صعب شوي. فليكن. طيب أستاذ حسن، أهلا بك، تسمعني الآن؟ أهلا وسهلا. حدثنا عن مبادرتكم التي قدمتموها لرئيس الأركان اليوم. نعم، هي رسالة وجهتها فيها خطوط عريضة إلى السيد قائد الأركان قايد صالح، ونأمل منه أن يستجيب لها، لأن الشعب الجزائري لا يزال يثق في الجيش الوطني الشعبي. وقد رفعت شعارات بين الشعب والجيش، يعني الجيش والشعب خاوة خاوة، وهذا تعبير إن دل على شيء فإنما يدل على العمق الذي يكنه الشعب الجزائري لهذا الجيش. فنأمل من قيادة الجيش الوطني الشعبي أن تستجيب لهذا الحراك. وكان قد عبر عنه قائد الأركان في بدايته أنه يعني انحاز إلى هذا الحراك، وكان قد تكلم على المادة 7 و8 من الدستور، وهي العودة مباشرة إلى السيادة الشعبية. ولكن عادوا إلى المادة 102، والمادة 102 أعتقد أنها تجاوزها الزمن، ولا يمكن أن تفعل في مثل هذا الحراك الذي يجري لنظام كان مسؤولا على كل الكوارث التي حلت في الجزائر من أزمات ومن انقلابات. يعني هل تم اللقاء المباشر بينكم أستاذ حسن؟ تم اللقاء المباشر بينكم وبين رئيس الأركان، وعلى أي أساس الآن تتعاملون مع الرجل؟ لم يتم اللقاء بيني وبينه، ولكن تمت مراسلة الفريق من أجل أن يبادر في هذا الأسبوع لإنهاء الباءات الثلاث المتبقية، والتي هم أسباب المشاكل، واللوبي البوتفليقي الذي يتمثل في هؤلاء الباءات لا يزالون، وبعض الآخر لا زال في الخفاء، يعملون جاهدين على الالتفاف على الحراك، ويزرعون البلابل هنا وهناك، ومن بينها ما ذكرتم اليوم من أن هناك إرهابيين يستعدون إلى